بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الكرام، وعدناكم في المقطع الثاني نتكلم أيضا عن الخدمة. والخدمة إخواني من يخدم يخدم، والخدمة شرف كبير ما نالوها الأشراف إلا من خلال الخدمة لبيوت الله سبحانه وتعالى، وأيضا الحرام مسجد الحرام. وهذا نهج أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل سبحان الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا شرف ما بعد شرف اللي بيقدم لضيوف الرحمن الخدمة، هذا له أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم وما ينالها أي واحد. وأنا من خلال طبعا العمرات والحمد لله، من خلال أيضا الحج، أكثر من حج الحمد لله، رأيت في كل عام أن هناك نقلة نوعية وقوية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة المسلمين أصبحوا عندهم ثقافة الخدمة الحمد لله. هناك من الشخصيات يعني كبيرة، ومن أمراء ومن شيوخ ومن وزراء ووكلاء ومدراء يطلبون بس أن يكونون في خدمة الحجاج. وهذا إخواني صراحة يعني دل على أصالة هذه الأمة، وعلى أيضا أهمية الخدمة للكبار والصغار وخاصة لضيوف الرحمن. وأعتقد هذا عز وهذا رحمة أيضا، وأعتقد أن هذا أيضا يكسر التكبر عند الناس. كثير من الناس عندما يرى وزير ويرى أمير ويرى مدير وهو يقدم الخدمة للحجاج، تقديم الماء، التنظيف، الاستقبال، تقديم العون، المساعدة، أعتقد هذا إخواني شرف ما بعد شرف. وأعتقد أن المملكة الآن بدأت تسجل أيضا شخصيات الراغبة في خدمة ضيوف الرحمن من مسؤولين كبار. عندما ترى مسؤول كبار هو قاعد ينظم وهو قاعد يقدم لاخوان الحجاج من مختلف طبعا العالم كله، اعتقد ان هذا شرف ما بعد شرف لامه محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصه العرب، لان الله سبحانه وتعالى اعز العرب بالخدمه، لان ما نالوا الاشراف هذا الشرف بخدمه بيت الله سبحانه وتعالى الحرام الا من خلال الخدمه. لذلك من يخدم من يخدم بيوت الله سبحانه وتعالى وضيوف الرحمن، الله سبحانه وتعالى يسخر له من يخدمه ويخدم ذريته. فأتمنى إخواني أن نرى مثل ما نرى الأعوام القادمة، أن نرى. أنا جلست في مجلس حقيقة يعني سمعت حوار جميل جدا في بعض الأخوة الكبار جزاهم الله خير في أحد المجالس. راح إن شاء الله أتطرق له في المقطع الثاني على أساس ما نطول في هذا المقطع، ولكن تعمدت في هذا المقطع أن نكون كلنا كحجاج وأيضا زوار وأيضا في خدمة الحجاج وخدمة بيوت الله سبحانه وتعالى، أن نساعد إخواننا. يجب أن نكون كلنا شرطة وكلنا أمن لهذه المملكة حفظها الله ورعاها، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين. وهذا إخواني شرف مثل ما قلنا، شرف ما بعد شرف للعرب، بالذات عندما يرون العجم ويرون العالم كله أن العرب هم اللي يقدمون، العرب هم اللي يخدمون، العرب هم اللي يستضيفون هؤلاء الضعاف، هؤلاء الكبار في السن. ورأينا من يضع المظلة للإنسان الحاج الكبير، من يعطي الماء البارد، وهكذا. إذا إخواني نكون رحمة لبعضنا بعض. هذا ما أردت أبينه في هذا المقطع، فلكم مني الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.